ايه الاخبار يا شباب؟ عاملين ايه؟ دي الحلقه الثانيه من كورس افينيتي. هنشرح النهارده قائمه الادجستمنت لاير في البرنامج. القائمه دي بنستخدمها لو عايزين نعلي اضاءه الصوره، نغمق حاجه، نغير لون حاجه، فدي هتساعدنا قوي قدام في المشاريع الخاصه بالدمج بتاعه الصور، نفس اللي موجوده في الفوتوشوب بالظبط. بس يا ريت قبل ما نبدا تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو، ولو انت لسه جديد معانا ارجع شوف الفيديوهات اللي قبل كده. هنجاوب في اول الحلقه زي ما عرفتك، اي حد عنده استفسار يقدر يكتب لي تحت في الكومنت. اكتر سؤال جالي على الحلقه اللي فاتت، احنا لما خفينا كل البانل اللي كانت هنا ازاي نظهرها؟ الموضوع بسيط قوي قوي قوي، وعندك اكتر من طريقه. اول طريقه تيجي من هنا السهم الصغير ده، تقدر تيجي على كلمه بانلز، هيطلع قدامك كل الحاجات اللي احنا قفلناها قبل كده. طيب على سبيل المثال انت قفلت كل حاجه، يعني تعالى نقفل كمان القائمه دي وكمان القائمه دي. شايف احنا قفلنا كده كل حاجه، ازاي بقى نظهرهم؟ الموضوع بسيط، هتيجي على الثلاث نقط اللي جنب بعض، بعد كده هتروح هتلاقي عندك برضو هنا البانل، تروح تختار اي قائمه انت محتاج تظهرها، هتلاقيها ظهرت معاك على طول. على سبيل المثال انا هاجي على حرف ال اهوت على اللاير، فعلها هتلاقيها جت معانا. كمان هنروح على الشانل، نفس اللي موجوده برضو في الفوتوشوب، هتلاقي عندك هنا قائمه اللاير وكمان التشانل. عندك بقى اي قائمه انت محتاجها هتلاقيها هنا، تقدر تفعلها، هتلاقيها انضافت معاك على طول. مثلا نفعل قائمه الانفو، هتلاقيها هنا، تقدر برضو تضيفها جنب اخواتها هنا كده لو انت محتاجها. كمان هتلاقي برضو قائمه للبرش وكمان قائمه الادجستمنت لاير. دي كده قائمه الادجستمنت لاير كلها اللي احنا هنشرحها. تقدر تعمل لها بانل خاص بيها من هنا، هنحطها برضو جنب اخواتها، او هتيجي من على لاير هتلاقيها هنا قائمه الادجستمنت لاير. يلا بينا بقى نبدا الشرح. لو برضو زي ما عرفتك، لو عندك اي استفسار اكتب لي في الكومنت وانا هرد عليه في اول حلقه زي ما انا عودتك. اول حاجه علشان نقدر نجيب قائمه الادجستمنت لاير زي ما عرفتك، تقدر تجيبها من هنا او كمان هتلاقيها تحت، ودي اسهل طريقه وانت شغال عشان تقدر تضيف اي افكت على اللاير. دي بقى مهمتها ايه؟ دي مهمتها يا اما بتظبط اضاءه الصوره او الوان الصوره، او تغير حاجه في الوان الصوره. تعال كده نشوف كل دي حاجات هنستخدمها واحنا بنعمل. تعال نجيب صورة غامقة ولا حاجة عشان تبقى فاهم معايا كل التفاصيل. لو ما شفتش الحلقات اللي فاتت ارجع شوفها. وتعالى بقى نشرح اول حاجة معانا في قائمة الادجستمنت لاير، وهي الليفل. الليفل دي بتعمل ايه؟ بتفتح الصورة وبتغمقها. يعني احنا لو جينا على اول سلايدر ده بيعمل ايه؟ بيمسك الحتت الغامقة وبيغمقها اكتر. يعني احنا لو مسكنا السلايدر ده وشدنا كده هتلاقي الصورة بدأت تغمق اكتر. نفس الكلام في السلايدر التاني، بيمسك الحتت الفاتحة وبيفتحها اكتر. يعني اي حتة فاتحة هتلاقيها بيفتحها اكتر. السلايدر التالت يعتبر بين ده وبين ده، يعني بيمسك الاماكن المتوسطة، يا اما بيفتحها كده يا اما بيغمقها كده. يعني ده لو كده رحت ناحية الاماكن الغامقة هتلاقيه بيفتح الصورة بالشكل اللي قدامك ده، او بيغمقها كده. والسلايدر ده بيفتح الصورة كلها مية واحدة لحد ما توصل للون الابيض. نفس برضو السلايدر عكس السلايدر اللي فوق، بيغمق الصورة كلها لحد ما توصل للون الاسمر. يعني احنا كده عرفنا اول سلايدر معانا بيغمق الحتت السوداء، وتاني سلايدر بيفتح الاماكن البيضاء، وده يعتبر بين البنين. دي اول حاجة معانا هي الليفل. نخش على تاني حاجة اللي هي الوايت بالانس. تعال نجيبه صورة تانية علشان تفهم قصدي فيها. هنشرح على الصورة دي اللي هي فيها اكترها لون اصفر. الوايت بالانس بيعمل ايه؟ بيظبط. دي احنا بنستخدمها لو الصورة فيها لون طاغي زي الاصفر ده وعايزين نغير المود. يعني ايه الكلام ده؟ تعال نفتح كده الوايت بالانس. الصورة دي اكترها هي في اللون الاصفر. تعال نبص، لو مسكنا السلايدر ده ووديناه للون الازرق، بدأ اللون الاصفر يبهت معاك وبدأ ينضاف اللون الازرق. يعني لو ركزت بدأ اللون الازرق ينضاف معاك. نفس الكلام هنا كده، بدأ اللون الماجنتا بينضاف معاك. ده بنعملها ايه؟ لو الخلفية فيها اصفر ياما فبنظبط الوايت بالانس من هنا، وهنشرحها اكتر بالتفصيل واحنا شغالين. نخش على تالت حاجة معانا وهي قائمة الهيو ساتوريشن. طيب دي بتعمل ايه؟ دي بتغير الالوان. تعال نجيب صورة برضو كمان عشان تفهم قصدي. على سبيل المثال هنيجي نشرح على الخروف ده. قائمة الهيو ساتوريشن دي بتغير الوان الصورة زي ما انت شايف كده بالظبط. من هنا اول سلايدر معانا بيغير الالوان، تاني سلايدر معانا بيعلي اللون او بيخليه بهتان لحد ما يوصل لدرجات الابيض والاسود، وده مسؤول عن اذا كان اللون فاتح او غامق. يعني كده اللون غامق، كده اللون فاتح. طيب دي بنستخدمها في ايه؟ اكتر استخدام ليها اللي احنا بنغير فيها لون التيشيرت. احنا لو عايزين نغير لون التيشيرت، تعال نمسح مثلا عادي كده كل الكلام ده، هنروح باداة الاوبجكت سيلكشن تول، هنروح نحدد كده، نستنى شوية، تروح تحدد كده على التيشيرت بس او السوي شيرت اللي قدامك ده، هتلاقي عمل لك التحديد بالشكل ده. تروح تعمل ايه؟ تروح على قائمة هيو ساتوريشن وتقدر تغير بقى لون التيشيرت بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. يعني على سبيل المثال الخلفية بلون بنفسجي، نروح نخليه لون اورنج مثلا، حاجة زي كده، ونفتح اللون شوية ونقدر نغمق. بعد كده تقفل، وعلشان تلغي التحديد هتروح على كنترول دي، هتلاقيه لغى لك التحديد. شايف بكل بساطه وسهوله نفس الكلام اللي في الفوتوشوب بالظبط. قدرنا نغير لون التيشيرت. احنا كده اخدنا الليفل، وايت بالانس، وكمان الهيو ساتوريشن.
دي بتعمل نفس الكلام، بس التانية تقدر تتحكم اكتر في الوان الصورة. يعني مثلا هنا لو عايز تعدل في لون معين بعينه هتقدر تتحكم بكل بساطة. يعني احنا لو جينا هنا وعملنا قائمة جديدة اهوت، رحنا هيو اند ساتوريشن، تقدر تختار اي لون وتعدل فيه زي ما انت تحب، انما التانية ما بيبقاش فيها نفس الخيارات دي. نخش بقى على النقطة اللي بعد كده وهي البلاك اند وايت. بص من اسمها بيخلي الصورة ابيض واسمر، يعني كمان بيعدل في الالوان بتاعتها. يعني لو عايز تظبط نسب الاسمر والابيض اللي موجودة في الصورة بالشكل اللي قدامك ده، تقدر برضه تتحكم من هنا. دي بنستخدمها لو عايزين نخلي الصورة ابيض واسمر. كده شرحنا الليفل، هيو اند ساتوريشن، والوايت بالانس، وكمان البلاك اند وايت. نخش بقى على القائمة اللي بعد كده برايتنس اند كونتراست. ده بيزود الكونتراست من خلال انه بيخلي الاسمر اسمر والابيض ابيض بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده كده بيزود كونتراست. لو عندك صورة وعايز تعلي الكونتراست فيها تقدر تستخدم من هنا. تعال نجيبه مثلا صورة تانية زي دي، هنيجي هنا تقدر تزود الكونتراست منين، هتيجي على قائمة برايتنس اند كونتراست، تقدر تزود الكونتراست بالشكل اللي قدامك ده. ونخش بقى على النقطة اللي بعد كده برضو، نجيب مثلا على سبيل المثال الصورة دي نشتغل عليها، ونخش على قائمة الفايبرنس. بيمسك الالوان الباهتة وبيعليها. يعني احنا لو جينا كده من قائمة الفايبرنس بيشوف الالوان الباهتة وبيعليها بالشكل اللي انت شايفه ده. انما الساتوريشن بيعمل ايه؟ بيعلي كل الالوان مع بعض. شايف بالشكل ده كده بيخلي الصورة فاقعة قوي ومش احسن حاجة. انما لما بنيجي نظبط الوان الصورة بنعمل ايه؟ نمسك الفايبرنس تلاقي بيعلي بس الالوان اللي هي محتاجة تتعلى بالشكل ده. شايف الفرق من الفايبرنس والساتوريشن؟ تحس ان الالوان كده فيها حاجه بايظه او لاسعه، فاحنا بنعمل ايه؟ بنيجي على الفايبرنس وبنعليها بالشكل ده. تقدر برضو نيجي من هنا نديلها شويه كونتراست، حاجه بسيطه خالص. تقدر تعلي شويه من هنا الاضاءه، وكده بقت الصوره جاهزه معاك ان انت تشتغل عليها. نخش بقى على النقطه اللي بعد كده وهي الاكسبوجر. ده من الاسم، الاكسبوجر معروفه في اي برنامج سواء على التليفونات او حتى على البي سي. ده بيعلي الصوره، بيعلي اضاءه الصوره او بيغمق اضاءه الصوره بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. تقدر كمان تقلل الشفافية من هنا لو انت تحب بالشكل اللي انت شايفه ده. انا بشرح لك بس اهم الحاجات اللي انت هتستخدمها على طول في التصميمات، انما في حاجات حرفيا انت مش هتستخدمها خالص، فانا بركز على الحاجات اللي احنا هنستخدمها بشكل مستمر. نخش برضو على الكيرف. الكيرف شبيه قوي بموضوع الليفل، بس ده بيبقى عبارة عن مربع كده. تقدر تحط هنا شوية نقط وتعدل في الإضاءة بتاعة الصورة علشان نعمل مثلا تباين او كونتراست. بنعمل الشكل ده دايما في الصورة. ده شبيه بالليفل اللي موجود في الاول حاجه اللي احنا شرحناها. نخش بقى على النقطه اللي بعد كده وهو الجريدينت ماب. ده بيعمل ايه؟ بيضيف لك كده الوان زي ما انت شايف كده على الصوره. يعني تعالى نعدل ده نخليه مثلا اسمر. لو انت عايز تخلي الصوره ابيض واسمر كده الصوره بقت معاك ابيض اسمر. ده بيدي زي تون كده معين على الصوره بتاعتك. كمان بنقدر نحول البلند مود، وكده كده ما تقلقش هشرح البلند مود في حلقه مخصصه ليها. وتقدر تقلل الشفافيه بتاعته بالشكل ده، بيخلي الصوره سينماتيك. ونخش بقى على النقطه اللي بعد كده وهو موضوع السلكت كلر، نفس اللي موجود بالظبط في الفوتوشوب. ده بيعمل ايه؟ ده بيمسك لون معين من الصوره وبتعدله. يعني على سبيل المثال عندنا اللون الاحمر ده، عندك هنا مجموعه من الالوان: الاحمر، الاصفر، الاخضر، والكمان السيان والازرق والماجنتا والابيض والرصاصي وكمان الاسمر. تقدر مثلا نمسك اللون الاسمر، قصدي الاحمر، وهتلاقيه بس الحاجه الوحيده اللي بتتعدل معاك اللون الاحمر في الصوره بالشكل ده. تقدر برضو تغير درجات اللون بتاعته من هنا. هنغمها كده مثلا وهنعلي مثلا اللون شويه بالشكل ده. شايف كده من غيره وكده بيه. شايف اهن اللي تعدل ده بيبقى دقيق اكتر من الهيو ساتوريشن. عايزين مثلا نعدل ده، نيجي على مثلا السيان. شايف اهن بس اللي بيتعدل ده. كمان تلاقيه برضو داخل فيه شوية من الازرق. عادل لو انت هتعدل في لونين في لون واحد، لان ده داخل في درجات الازرق والسيان، بس اكتر لون اتعدل معانا اللي هو الاحمر، لان كانت الصورة طاغي فيها اللون الاحمر بالشكل ده. تاني عشان دي اكتر حتة صعبة، هتيجي هنا تختار مثلا سيلكت كلر، تختار درجة اللون اللي انت عايز تعدلها من الصورة. على سبيل المثال الاحمر، تقدر تعدل زي ما انت تحب. نخليه مثلا ماجنتا ونعلي شوية من هنا، وبنقدر نخليه بلون فاتح. شايف تعديل حصل كأن فعلا المكان ده كان فعلا باللون ده. كده من غيره كده بيه، كده من غيره كده، في دوبك عدل على الالوان دي بس. نخش بقى على النقطة اللي بعد كده وهو موضوع الانفيرت. ده كل اللي بيعمله انه بيعكس الصورة او بيخليها بالطبع اللي قدامك ده. دايما بيستخدموه في الحاجات التصميمات الرعب، اكيد مش هنستخدمه كتير فمش عايزك تركز عليه قوي. نخش بقى على اخر نقطة معانا وهي اللوت. دي بتبقى مجموعة من الفلاتر الجاهزة انت بتضيفها للبرنامج وبيديك مود معين للصورة. مش هنستخدمها دلوقتي، يوم لما هنستخدمها هتلاقيني سايب لك ملف فيه كل اللوت اللي انت محتاجها، بس احنا مش هنحتاجها دلوقتي. انا كده شرحت لك اكتر الحاجات اللي احنا هنستخدمها، سواء الليفل. تقدر من هنا مثلا نفتح الصورة او نغمقها بالشكل اللي قدامك ده،
نخش برضو على الهيو اند ساتوريشن، عايز تغير درجة اللون الاحمر مثلا كده نخليها اخضر بالشكل ده، عايز تفتح اللون اكتر تغمق اللون اكتر كده. شايف التعديل؟ دي فايدة بقى قائمة الادجستمنت لاير. عايز تعدل حاجة في الصورة سواء من الوان، تفتح الصورة او تغمقها، تقدر تعمل كل الكلام ده بقائمة الادجستمنت لاير. كده عرفنا ازاي نظهر اللاير دي، ازاي نخفيها، شرحنا ازاي تضيف لاير، ازاي تعمل جروب. باذن الله الحلقات اللي جايه هنشرح بقى قائمه الفلتر عشان هي كبيره قوي محتاجه حلقه لوحدها، وهنشرح برضو الماسك، وكمان هنشرح قائمه الاف اكس كمان علشان تكون عارف تقدر تعمل ماسك لاي فلتر من الفلترات اللي انت بتعملها لو عايز تطبقها على نقطه معينه. يعني انت لو عايز التاثير ده كله يتطبق مثلا على الكرسي ده، تروح على تعمل ماسك، بعد كده تمسك البرش وتمسح مثلا على عنصر معين او جزء معين من الصورة، هيتطبق معاك بس في باقي الصورة، والحتت اللي انت مسحتها مش هيتطبق عليك. هنشرح الماسك برضو بطريقة مفصلة اكتر من كده، بس دي كده نبذة صغيرة. اتمنى تكون استفدت من الحلقة دي ومن الحلقات اللي فاتت من الكورس، ولو عندك اي استفسار اكتب لي تحت في الكومنت وانا هرد عليه في اول الحلقة الجاية. وكمان تقدر تتابعنا على الانستجرام لاني بنزل شوية تريكات عليه، ولو اي حاجة وقفت معاك تقدر تبعت لي رسالة برضو على الانستجرام. وبس كده، سلام.